تخيل انك مواطن عادي في الاتحاد السوفيتي في اول نص من القرن العشرين، مش زعيم مش جنرال مش عضو في الحزب، واحد بسيط فلاح او عامل بتحاول تعيش وخلاص في بلد اتقلبت رأسا على عقب. لسه الثورة الروسية حاصلة في 1917، قيصر راح والنظام القديم وقع، وفجأة اتقالك انك بقيت جزء من مشروع جديد اسمه الشيوعية. كل حاجة بقت باسم الشعب، الارض باسم الشعب والمصانع والانتاج، وحتى مستقبلك الشخصي بقى المفروض يبقى جزء من حلم كبير اسمه المجتمع الاشتراكي. بس المشكلة في الأحلام الكبيرة لما تمسكها دولة عنيفة ومجموعة من السياسيين هما بعاد عن الأرض والناس، ساعات بتتحول لكابوس. الفلاح اللي كان عارف أرضه ومحصوله والموسم بتاعه بقى فجأة مطلوب منه يسلم إنتاجه للدولة. العامل اللي كان فاكر الثورة هتديله كرامة لقى نفسه جوه ماكينة ضخمة ما فيهاش صوت الفرد. والناس اللي اتقال لهم إن انتوا هتعيشوا في مساواة لقوا نفسهم واقفين في طوابير على العيش والسكر والهدوم وكل حاجة تقريبا. ومع الوقت المجاعات ابتدت تضرب، السلع نقصت، والدولة بقت بتتحكم في التوزيع، والناس بدأت تفهم حقيقة قاسية جدا. لما كل حاجة تبقى ملك للجميع على الورق ومفيش حد حقيقي مسؤول عنها على الأرض، ساعتها كل حاجة تبقى ملك للي يعرف ياخدها. ومن هنا السرقة ما بقتش مجرد جريمة، بقت أحيانا وسيلة بقاء. واحد يسرق شوية حبوب عشان عياله جعانين، واحد يطلع حاجة من المصنع عشان يبدلها بأكل، موظف يخبي بضاعة، وعامل بيبيع في سوق سودا، وفلاح بيدفن جزء من المحصول بعيد عن عين الدولة. كل واحد بيقنع نفسه انه مش بيسرق اصلا، لان النظام بيقول ان كل حاجة ملك للجميع. طب لو الحاجة ملك للجميع يبقى انا بسرق من مين؟ السؤال ده وسط الجوع والفوضى والخوف فتح باب كبير جدا، باب ان الناس تبدأ تعمل شبكات صغيرة. واحد بيعرف يجيب دقيق، واحد بيعرف يجيب سجاير، وواحد بيعرف يسرق قطع غيار، واحد عنده علاقة بمسؤول، واحد عنده قوة في الشارع. ومع الوقت الشبكات الصغيرة دي بتكبر، السرقة الفردية بتتحول لتعاون، والتعاون يتحول لعصابات، والعصابات بتتحول لعالم كامل تحت الأرض. روسيا ما دخلتش القرن العشرين بهدوء، ثورة وحرب أهلية ومجاعات وقمع وخوف، وبعدها دولة أمنية شايفة إن أي حد مش تحت السيطرة يبقى عدو. وفي الجو ده الجريمة المنظمة ما طلعتش من فراغ، طلعت من بلد اتعلم فيه الناس إن القانون مش دايما بيحميك، وإن الدولة مش دايما بتأكلك، وإن البقاء أحيانا محتاج علاقة مع الناس بره النظام. وفي نفس الوقت الحكومة السوفيتية ما كانتش هتتعامل مع السرقة الصغيرة كأنها مجرد نتيجة للجوع، لا، بالنسبة للنظام اللصوص دول أعداء، ناس ضد الثورة، وناس عندها عقلية برجوازية، ناس مش مؤمنة بالمشروع الجماعي. فبدل ما تشوف ليه الناس بتسرق، الدولة قررت ترميهم في واحدة من أكتر المؤسسات رعبا في تاريخ القرن العشرين، مؤسسة أطلقوا عليها الجولاج. الجولاج ما كانش سجن واحد، الجولاج كانت شبكة ضخمة من معسكرات العمل القسري المنتشرة في الاتحاد السوفيتي، أماكن بعيدة باردة قاسية ناس تشتغل فيها لحد ما تنهار، معسكرات فيها مجرمين فعليين ولصوص صغيرين ومعارضين سياسيين ومثقفين وفلاحين اتهموا ان هم ضد الدولة، وناس اتقبض عليهم بسبب نكتة مثلا عن ستالين او كلمة اتفهمت غلط. الجولاج كان بالنسبة للدولة أداة متعددة الاستخدامات، يعاقب ويخوف ويسكت ويشغل، لأن الاتحاد السوفيتي كان محتاج عمالة ضخمة جدا يبني بيها مشاريع ويحفر بيها قنوات ويقطع خشب ويقطع معادن، يبني طرق وسكك حديد ويدفع البلد لقدام بقوة. فبدل ما تدفع للناس وتديهم حقوق، عندك ملايين المساجين تتحرك بيهم من مكان لمكان وتشغلهم باسم مصلحة الشعب. بس الدولة وهي بتحاول تكسر الناس جوه الجولاج كان من غير ما تقصد بتخلق حاجة تانية، كانت بتخلق جامعة جريمة. تخيل معسكرات مليانة لصوص ومجرمين محترفين، وناس اتظلمت، وناس كارهة الدولة، وناس اتعلمت ان العالم ما بيرحمش، يتحبسوا مع بعض، يعيشوا ظروف موت، برد، جوع، ضرب، اهانة، شغل قسري، كل يوم بيبقى معركة بقاء. في الظروف دي الروابط العادية بين الناس بتكسر، لكن في روابط تانية بتتولد، روابط مبنية على الخوف والولاء والمصلحة، كراهية مشتركة للسلطة. المجرمين كانوا متفرقين في المدن والقرى المختلفة، بدأوا يتقابلوا، يتبادلوا الخبرات، يتعلموا من بعض، يفهموا مين الأقوى ومين الأذكى، ومين يعرف يسرق ومين يعرف يهرب ومين يعرف يفرض احترامه. ومن هنا ظهر للعالم فوري في ساكون أو اللصوص في القانون. ودي تسمية غريبة شوية لأنهم ضد القانون الرسمي، لكن عندهم قانونهم الخاص، قانون تحت الأرض، مجتمع كامل ليه القواعد بتاعته وليه محاكمه وعقوباته ورموزه ودرجاته. اللص الحقيقي في الثقافة دي كان لازم يرفض الدولة تماما، ما يتعاونش مع الحكومة،
ما يخدمش في الجيش، ما يساعدش الحرس، ما يشتغلش لصالح النظام، وما يكونش عنده أسرة مستقرة تربطه بالمجتمع العادي، وما يعترفش بأي شرعية غير شرعية عالم اللصوص. يعني هو مش مجرد مجرم بيسرق فلوس، هو شخص أعلن انفصاله عن المجتمع الرسمي كله، والدولة بالنسبة له عدو، القانون الرسمي كذبة، والمجتمع الحقيقي بالنسبة له هو مجتمع اللصوص. حتى الوشم في السجون الروسية كان ليه معنى، نجوم على الركب معناها انه لا يرقع لأحد، رسومات معينة بتقول قضى كام سنة وارتكب ايه ومكانته ايه، اتعاون ولا فضل، خان ولا ما تخنش. الوشم ما كانش زينة، كان سيرة ذاتية مكتوبة على الجلد، واي واحد يلبس رمز مش بتاعه ممكن يدفع ثمنه جوه السجن. بس حتى العالم ده مفضلش نقي زي ما هو، لان اداره معسكرات قسريه فيها اعداد ضخمه من الناس مش سهله، الحراس محتاجين يسيطروا والدوله محتاجه الانتاج يستمر، فبدات تستخدم بعض المجرمين نفسهم كادوات للسيطره على باقي المساجين، تديهم امتيازات، اكل احسن، سلطه اكتر، وتخليهم يساعدوا في اخضاع المساجين السياسيين والضعفاء واللصوص الاقل قوه. ومن هنا حصل انقسام جوه العالم ده، في تقليديين شايفين ان التعاون مع الحراس خيانه مطلقه، وفي مجرمين عمليين قالوا طالما التعاون هيدينا قوه طب ما نشتغل مع السلطه. ودي اهم الصراعات الدمويه، وده ادى لصراعات دمويه داخل السجون بين اللي متمسكين بقانون اللصوص القديم واللي قبلوا التعاون مع اداره المعسكرات. في النهايه اللي تعاونوا مع الحراس كسبوا قوه كبيره لان الدوله دعمتهم ضمنيا، ومن هنا بدا يتكون شكل جديد من العلاقه بين الجريمه والسلطه في روسيا، عداء في العلن بس تعاون في الخفاء. ودي نقطه مهمه جدا لفهم المافيا الروسيه، هي مش زي اي مافيا، مش زي المافيا الايطاليه او الامريكيه اللي اتبنت غالبا حوالين عائلات احياء مهاجرين وتسلسل هرمي واضح، ولا زي الياكوزا اليابانيه اللي عندها طقوس وانتماء قومي وشكل شبه علني في بعض الفترات. المافيا الروسيه اتولدت من علاقه مشوهه جدا بين السجن والدوله والسوق السوداء، اتولدت في مكان القانون فيه كان أداة قمع مش حماية، فبقت الجريمة نفسها هي القانون البديل. بعد موت ستالين وبعد مرور الوقت نظام الجولاج بدأ يتفكك تدريجيا، وناس كتير كانت مسجونة خرجت، لكن اللي خرجوا ما خرجوش كأفراد عاديين، خرجوا معاهم شبكة، ثقافة، خبرة، علاقات، سمعة وكراهية للنظام، وفوق كل ده فهم عميق لطريقة عمل السلطة. كانوا اتعلموا حاجتين في السجن، الأولى إن العنف لوحده مش كفاية، لازم تنظيم، والتانية إن السلطة نفسها ممكن تتفاوض مع الجريمة لو محتاجة ليها. وبره السجن الاتحاد السوفيتي كان عنده مشكلة تانية ضخمة، الاقتصاد الرسمي مش قادر يلبي احتياجات الناس، المحلات فاضية والسلع ناقصة، الجودة ضعيفة والطوابير طويلة، لكن البشر احتياجاتهم ما بتختفيش لمجرد ان الدولة مش عارفة توفرها. فالاقتصاد الاسود بدأ يكبر، ناس تهرب، ناس تهرب بضايع، ناس تبيع عملة، ناس تجيب منتجات أجنبية، ناس تشتغل في مصانع الدولة وتطلع جزء من الانتاج بره، ناس توفر خدمات ممنوعة أو نادرة. دول ما كانوش مجرد لصوص بالمعنى التقليدي، دول كانوا رجال أعمال تحت الأرض، راس ماليين سريين داخل الدولة الشيوعية. مفارقة غريبة جدا، دولة بتعلن انها قضت على الرأسمالية لكن جوه بطنها طلع سوق اسود كامل، لان السوق الرسمي مش قادر يعيش الناس. بس تاجر السوق السوداء كان عنده مشكلة، هو بيكسب فلوس لكن هو خارج القانون، لو حد نصب عليه مش هيقدر يروح للشرطة، لو شحنة اتسرقت مش هيقدر يرفع قضية، لو شريك خانه مش هيقدر يشتكي للمحكمة، لان في الاساس نشاطه كله غير قانوني. فمين اللي هيحميه؟ هنا دخلت العصابات. اللصوص والمجرمين قدموا خدمة بسيطة جدا، الحماية، انك تدفع واحنا نحميك، ولو حد سرقك نرجع حقك، ولو حد ما دفعش نخليه يدفع، لو في نزاع احنا نحكم، ولو الحكم ما تنفذش احنا ننفذه بالعنف. ده كان بداية تحول مهم، المجرم ما بقاش بس واحد بيسرق، بقى مزود للخدمة، دولة بديلة، محكمة بديلة، وشرطة بديلة. لما الدولة تفشل في حماية الملكية والعقود بيطلع طرف تاني يملى الفراغ، الطرف ده ممكن يكون قبيلة، ميليشيا، عصابة أو مافيا. في الحالة الروسية العصابات فهمت ان العنف نفسه ممكن يتحول لمنتج، حاجة بتتباع للمستهلك، خدمة اسمها انفاذ، لو الدولة مش هتجيب لك حقك احنا هنعرف نجيبه بس هناخد نسبتنا. من هنا ظهر مفهوم رواد الأعمال العنيفين. المافيا الروسية بدأت تتعلم البيزنس من السوق السوداء، السياسة من الدولة، والعنف من السجون، خليط خطير جدا، مش مجرد بلطجية في الشارع. ناس فاهمة انك عشان تكسب بجد لازم تمسك مفاتيح الاقتصاد، لازم تعرف مين المسؤول ومين القاضي، مين الضابط ومين صاحب المصنع، مين عنده عملة صعبة ومين عنده مخزن، مين محتاج حماية ومين محتاج يتعصر. ومع الوقت الخط الفاصل بين المسؤول ورجل الأعمال والمجرم ابتدى يبهت. في الظاهر عندك دولة اشتراكية منظمة، في الواقع بقى عندك اقتصاد ناقص محتاج سوق سودا، والسوق السودا محتاجة حماية، والحماية محتاجة عصابات، والعصابات محتاجة علاقات مع الشرطة والمسؤولين. وبكده المجتمع كله ابتدى يتعود على فكرة ان القانون الرسمي مش هو اللي بيحكم فعلا، اللي بيحكم هو العلاقة والرشوة والوساطة والقوة والخوف، وفوق كل ده المصلحة. وبعدين جت اللحظة اللي فجرت كل ده، انهيار الاتحاد السوفيتي.
في اواخر الثمانينات لحد 1991 الدولة اللي كانت ماسكة كل حاجة بدأت تتفكك. النظام القديم وقع، لكن النظام الجديد ما كانش جاهز. يعني فجأة روسيا دخلت التسعينات وهي شبه مفتوحة على البحري، قوانين بتتكتب بسرعة ومؤسسات ضعيفة وشرطة مرهقة، محاكم مش قادرة، اقتصاد بينهار، تضخم ضخم وعملة بتفقد قيمتها، ملايين من الناس الفقيرة، مصانع واقفة والدولة محتاجة فلوس بأي طريقة كان. وكان الحل الخصخصة. الدولة بدأت تبيع ممتلكاتها، مصانع، شركات وموارد وعقارات ومؤسسات كانت مملوكة للشعب نظريا. بس مين من الشعب كان معاه فلوس يشتري؟ المواطن العادي كان بيحاول يجيب أكل. اللي كان معاه سيولة وقتها هم 3 فئات: مسؤولين فاسدين، وتجار سوق سودا، ورجال الجريمة المنظمة. ومن هنا اتولد عالم الأوليغارشية الروسية، ناس قدرت تشتري أصول ضخمة بأسعار رخيصة جدا في لحظة فوضى وبعلاقات مع السلطة والمافيا والمال الأسود. تخيل بلد كاملة بتتصفى، مش شركة واحدة، بلد. النفط، الغاز، المعادن، المصانع، الموانئ، الإعلام، البنوك، كل حاجة تقريبا داخلة في سباق مين يلحق يسيطر. والقانون مش واضح، والناس جعانة، والدولة ضعيفة، والشرطة مخترقة أو عاجزة، والمافيا معاها فلوس وسلاح وشبكات. التسعينات في روسيا كانت عنيفة جدا، تفجيرات عربيات واغتيالات وتصفية رجال أعمال وحروب شوارع بين مجموعات واستيلاء على شركات وابتزاز. وسط ده غسيل الأموال كان بيخلي أي حد كان عايز يعمل بيزنس بجد غالبا كان لازم يتعامل مع حماية، مش حماية اختيارية، حماية مفروضة. تدفع للعصابة عشان ما يكسروش محلك، تدفع عشان يحموك من عصابة تانية، أو تدفع عشان يضمنوا إن شريكك ما يخونكش، لأن ده ببساطة كان جزء من تكلفة الحياة الاقتصادية. وفي 1994 بوريس يلتسن أول رئيس لروسيا الحديثة وصف روسيا بأنها أكبر دولة مافيا في العالم. الجملة دي كانت صادمة جدا، لكنها عبرت عن لحظة حقيقة. بلد خارجة من إمبراطورية شيوعية ضخمة داخل على رأس مالية متوحشة من غير مؤسسات تحمي الناس. فكانت النتيجة إن الجريمة المنظمة بقتش على هامش الاقتصاد، بقت جوه قلبه. وده اللي بيميز المافيا الروسية عن غيرها، هي مش بس عصابة بتدير قمار أو مخدرات أو ابتزاز، هي شبكة مصالح اقتصادية وسياسية. ممكن تلاقي رجل أعمال قانوني في الظاهر، لكن بدايته من السوق السوداء، مسؤول حكومي عنده علاقات قديمة بمجموعات إجرامية، وشركة شرعية بتغسل فلوس، وبنك بيمرر أموال، وعصابة عندها استثمارات في العقارات والتجارة. والجريمة والقانون مش عالمين منفصلين، دول بقوا أحيانا نفس العالم بلبسين مختلفين. وبعدين جه فلاديمير بوتين. لما بوتين مسك السلطة في سنة 2000 روسيا كانت تعبانة من فوضى التسعينات، ناس كتيرة كانت عايزة دولة قوية ترجع الأمن والنظام. بوتين قدم نفسه الراجل اللي هيعيد السيطرة، وفي حكمه الدولة الروسية بدأت تستعيد احتكار العنف. العصابات اللي كانت بتتحارب في الشوارع اتلمت أو اتكسرت أو دخلت تحت قواعد جديدة. الأوليغارشي اللي بيتحدى الكريملين يتعاقب، واللي يعرف مكانه يفضل موجود. البعض بيقول ان بوتين روض المافيا الروسية، بس التوصيف الادق يمكن انه اعاد ترتيب العلاقة بين الدولة والمافيا. بدل ما تبقى الفوضى في الشارع بقت اللعبة الاكثر هدوءا. بدل ما كل عصابة تعمل اللي هي عايزاه بقى في سقف تقدر تكسب تحته، تقدر تتحرك، تقدر تشتغل، بس ما تعملش دوشة كبيرة، ما تتحداش الدولة، ما تفضحش النظام، ما تلمس مصالح الكبار من غير إذن. والأهم لازم جزء من التورتة يطلع لفوق. في النموذج ده الدولة مش بس بالضرورة بتقضي على الجريمة المنظمة، هي بتخضعها، بتدمجها، بتستخدمها أحيانا، بتغمض عينيها أحيانا، وتضربها لما تتمرد، وتسيبها لما تلتزم بالقواعد غير المكتوبة. ودي نقطة حساسة جدا، لأن روسيا الحديثة مش مجرد دولة فيها مافيا. الاتهام الأخطر اللي بيتكرر في تحليلات كتير هو إن الحدود بين الدولة والمافيا أحيانا بقت مش واضحة. في الغرب لما نقول مافيا بتخيل عصابة ضد الدولة. في الحالة الروسية القصة أعقد، أحيانا الجريمة المنظمة بتشتغل جنب الدولة أو تحتها أو من خلالها. طبعا الصورة الرومانسية بتاعة اللص الروسي القديم، الراجل الموشوم من الجولاج اللي خارج لسه من السجن واللي عنده كود شرف وبيرفض السلطة، لسه موجودة في الأفلام والخيال الشعبي. لكن الواقع الحديث مختلف. المافيا الروسية النهاردة مش بس وشوم وسكاكين وزنازين، هي شركات واجهة، تحويلات بنكية، عقارات في أوروبا، وشبكات غسيل أموال، تهريب إلكتروني واختراقات وتجارة سلاح ومخدرات وبشر، وفلوس بتتحرك من موسكو لقبرص للندن لدبي لنيويورك. هي اتطورت مع الزمن، من لص في معسكر عمل لحارس في سوق سودا لرجل أعمال عنيف لشبكة دولية عابرة للحدود. وفي كل مرحلة كانت بتاخد شكل العصر اللي هي عايشة فيه.
في الاتحاد السوفيتي لبست شكل السوق السوداء، وفي التسعينات لبست شكل العصابات المسلحة ورجال أعمال الجدد، وفي العصر الحديث اللي احنا فيه لابسة بدلة وفاتحة شركات واستعملت البنوك والقوانين والثغرات الدولية. وده بيخلي قصتها مش مجرد قصة جريمة، دي قصة عن فشل الدولة لما تتحول لقمع، وفشل السوق لما يتحول لغابة، وفشل القانون لما يبقى أداة في إيد الأقوى. المافيا الروسية اتولدت من مجتمع اتعلم عبر عقود ان البقاء مش الأكثر التزاما بالقانون لكن الأكثر قدرة على فهم القوة. في زمن القيصر القوة كانت عند الدولة القديمة، في زمن الثورة القوة كانت عند الحزب، وفي الجولاج القوة كانت عند اللي يقدر يعيش ويفرض نفسه، في السوق السوداء القوة عند اللي يعرف يوفر النادر ويحميه، وفي التسعينات القوة كانت عند اللي عنده كاش وسلاح وعلاقة، وفي العصر الحديث القوة عند اللي يعرف يتحرك بين الدولة والمال والجريمة من غير ما يقع. والحكاية دي كلها بتخلينا نسأل سؤال أكبر: هل المافيا الروسية صنعتها الجريمة بس ولا صنعتها الدولة كمان؟ لأنك لما تبني نظام بيقمع الناس وبيجوعهم وبيسجنهم، يخلط السياسي بالمجرم ويستخدم المساجين كعمالة ويسمح للسوق السوداء ان هي تبقى جزء ضروري من الحياة، وبعدين ينهار فجأة ويسيب ممتلكات بلد كاملة مفتوحة للنهب، ما تستغربش ان اللي بيطلع من تحت الانقاض مش مواطن مثالي لكن شبكة قادرة على العنف والفساد والاستغلال. المافيا هنا مش مرض غريب دخل على الجسد الروسي من الخارج، هي عرض من اعراض تاريخ طويل، تاريخ فيه دولة قوية جدا على المواطن وضعيفة جدا امام الفساد، تاريخ فيه قانون يقدر يسحق فرد بسبب نكتة بس بيعجز انه يحمي شركة من ابتزاز عصابة، تاريخ فيه شعارات عن المساواة لكن الواقع مليان امتيازات سرية، نظام قال للناس ان رأس مالية شر وبعدين انجب سوق سودة كاملة، وبعدين فتح الباب للرأس مالية فجأة فتحة من غير ضمير ولا قواعد، فدخلت المافيا من اوسع الابواب. في النهاية المافيا الروسية مش مجرد رجال بوشوم وبدل سودة، هي اقتصاد ظل، ذاكرة سجون وثقافة عدم ثقة في الدولة وخبرة طويلة بتحول الفلوس لفوضى، وهي كمان نتيجة مباشرة لسؤال بسيط جدا عاشوا ملايين الناس في لحظات الجوع والندرة: لو الدولة مش هتحميني ومش هتأكلني ومش هتديني حق أعمل إيه؟ في ناس اختارت النجاة، وفي ناس اختارت السرقة، وناس اختارت السوق السوداء، وفي اللي اختاروا العنف. ومع الوقت الاختيارات الفردية ديت جوه تاريخ مليان قمع وفوضى اتحولت لواحدة من أقوى شبكات الجريمة المنظمة في العالم، شبكة ما طلعتش ضد النظام بس لكن طلعت من جواه، اتعلمت في سجونه واشتغلت في فراغاته واستغلت ضعفه وكمان اتصالحت مع قوته لما احتاجت. وعشان كده فهم المافيا الروسية مش بيبدأ من الشارع، بيبدأ من الثورة والجوع والجولاج والطوابير والسوق السوداء وبعدين الخصخصة، اللحظة اللي الدولة فيها فقدت القدرة على الفصل بين رجل الأعمال والمسؤول والحرامي. ساعتها بس تفهم ليه الجريمة في روسيا ما كانتش مجرد كسر القانون، لأن القانون نفسه في أوقات كتير جدا كان جزء من الجريمة. ودي كانت قصة النهاردة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتستنونا في الحلقات الجاية. سلام.